السلام عليكم اخواني، اسعد الله مساءكم. اهلا وسهلا بكم بقناة الحقيقة. اخواني طبعا صار لي زمان انا ما نشرت فيديوهات للاسف. طبعا كنت مشغول كتير، وهلا طبعا بدي انشر هالفيديو هاي على خسارة المغرب. كلاتنا طبعا زعلانين على هالخسارة. خسارة جدا 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 للعرب. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أنا بكيت كتير عن جد، يعني بكيت كتير 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 على المنتخب المغربي. نتمنى له إن شاء الله السنة الجاية إن شاء الله بتأهل للكأس العالم، ومنبارك للمنتخب الفرنسي. وإن شاء الله نشوف هلا آخر مباراة بين الأرجنتين وفرنسا. طبعا المغرب طبعا طلع للأسف، يعني خسارة للأمة العربية كلياتها. ومنقول تعازينا الحارة للمنتخب المغربي على هذه الخسارة. وقلوبنا معاكم يا مغاربة، يا عظام. وإن شاء الله بإذن الله السنة الجاية بتاخدوها بإذن الله يا إخوتنا المغاربة. وهذا الخبر يلي بنقدر هلأ طبعا نقدمه للمنتخب المغربي، ومنقول لا حول ولا قوة إلا بالله. خسارة جدا فادحة، خسائر فادحة في هذه المباراة. هو بأول 5 دقائق دخلوا جول فرنسا. يعني ما بعرف، كان المغرب مهرق زيادة على اللزوم، مهرق زيادة على اللزوم. ارهاق عنده، ما بعرف شو صاير له، ما بعرف. ما كان اول هيك، يعني ما بعرف شو صاير له هلا. ومنقول يا رب، منقول يا رب حسبي الله ونعم الوكيل. وشكرا لكم. لا تنسونا هداك شو اسمه، ايه هذا اللايك بعد اذنكم، والاشتراك بالقناة. والسلام عليكم ورحمة الله.